معانا دكتور أحمد علام، استشاري الصحة النفسية والأسرية. نحب نرحب بيك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. نورت استوديو الشمس وبرنامج ضرب نار. أهلا بحضرتك وأهلا طبعا بالسادة المشاهدين، وطبعا برنامج حضرتك طبعا برامج القيامة أستاذ نورهان، يا رب يخليك. وبنستمتع بيها، وكفاية إن حضرتك بتلقي الضوء على موضوعات بتهم كل الأسر المصرية وكمان يعني العربية كمان. أشكرك على الكلام الجميل ده. عايزين بقى نتكلم النهاردة عن موضوع هو للأسف شغل الرأي العام الفترة الأخيرة، وللأسف الناس كتير اتكلمت عنه، بس احنا عايزين نبسطه للناس اللي هي ما اتعلمتش او عارفة يعني ايه الكلام في المواضيع دي، او مش قادرين يوصل لهم الفكر ده. عايزين نوصل للناس ايه هي مواقع الديب ويب والدارك ويب، وليه دايما الاطفال بيحاولوا او عندهم فضول ان هم يخشوا للمواقع دي. تمام، ممتاز جدا. هنبسطها للناس بمنتهى السهوله وكلمات بسيطه. احنا عندنا الانترنت العادي اللي احنا بنتابعه، اللي هو مثلا الفيسبوك، اليوتيوب، الانستجرام. اي حد بيتابع اي حاجه دي اسمها السوشيال ميديا العاديه، ودي بتشكل من 4% ل 10% فقط من مساحه الانترنت. يعني الانترنت العادي ده اللي احنا كلنا بنخش عليه، اكتب على جوجل ان انا عايز الحاجه الفلانيه هيروح ناقلني عليها. ده ما بيشكلش اكتر، يعني ناس يقولوا ايه 10% وناس يقولوا 4%، 7%. اذا هي النسبه القليله. طب ال 90% التانيين بيعملوا ايه؟ هم نوعين. حاجه اسمها الديب ويب. يعني ايه؟ يعني الانترنت العميق. يعني ايه العميق؟ يعني بيحتوي على مجموعه من المعلومات مش اي حد متاح له يدخل عليها. عشان ادخل عليها لازم يبقى عندي لينك خاص او كود خاص بدخل بيه. ليه؟ لانها معلومات بتخص ناس، او معلومات مشفره، او حاجات خاصه ببعض الجهات او بعض ال يعني اختصاصيين اللي مش المفروض ان انا اعرف هذه المعلومات او اي حد يعرفها في العادي. دي كده اللي هي الديب ويب. داخل الديب ويب دي في حاجه اسمها الدارك ويب. ايه الدارك ويب ده؟ اللي هي بقى الانترنت اللي بيودينا لحاجات ممنوعه. زي ايه؟ زي بيع مثلا عملات مزوره، زي بعض الكروت الائتمانيه اللي ممكن تكون مسروقه وبرضه بيبيعوها على هذه المنصات. زي كمان التجاره بالاعضاء، زي التجاره بالاطفال، زي تصوير فيديوهات اي حاجه غير مشروعه. اباحيه. مش كمان الاباحيه العاديه، يعني الاباحيه العاديه موجوده كمان على العادي، الساديه. اللي هي الحاجات الساديه والتعذيب وتعذيب الاطفال والكلام ده كله. يبقى اذا هي المشكله بتاعتنا ان احنا مش عارفين الانترنت ده، لان احنا مش متاح لنا ندخله في اي وقت او باي حاجه. طيب امال ازاي في ناس بتدخله او الاطفال بيدخلوه من خلال حاجتين. يا اما يثيرهم فضولهم ان هم يدخلوه، يقعدوا يدوروا لحد ما يوصلوا ليه، يمكن بطريقه او باخرى، ولو ان هو صعب جدا. وسبب صعوبته ان هو في اشياء المفروض ان هي غير قانونيه، فبالتالي مش المفترض ان اي حد يعرف. طيب اما ايه الطريقه الثانيه؟ الطريقه الثانيه ان يكون الطفل بيلعب لعبه او قاعد عادي داخل على حاجه عاديه جدا، يروح مبعوت له لينك من حد من هؤلاء الاشخاص عايز ينقله الى الدارك ويب. ليه؟ عشان يستدرجوا لعمليه طبعا من العمليات الغير قانونيه، او التحرش بالاطفال، او تجاره الاعضاء، او يخطفوا، او يعمل له اي حاجه. فبالتالي يبتدي يبعت له لينكات فيضطر يدخل عليها. زي ما حصل كده في لعبه الحوت الازرق، لو حضرتك تفتكرها. الحوت الازرق دي كان مصممها واحد روسي اسمه الكسندر سيدروف. الكسندر سيدروف ده كان راجل او ولد دارس علم نفس في احدى الجامعات الروسيه، وكان متعود برضه من خلال الدارك ويب ان هو يعمل هذه العمليات قبل ما ينشر اللعبه. فاللعبه دي كانت موجوده بسهوله متاحه، ممكن ادخلها من الانترنت العادي. انما قبلها هو كان عمل مشاكل برضه مع اطفال في حاجات فيها تحرشات وحاجات زي كده برضه، تصوير وحاجات برضه يعني غير قانونيه، ووصل بعضهم برضه انتحار. فعمل لعبه بقى الحوت الازرق اللي حب ينشرها على العام وعلى العادي، وكان نتيجتها ان في اطفال كتيره استدرجوا لهذه اللعبه، وفي الاخر كانوا نتيجتهم يعني اللي هو ايذاء النفس على الاقل.